بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. على إثر الزلزال الذي ضرب المغرب ليلة البارحة، تتقدم جمعية المهاجرين المغاربة باللوكسمبورغ إلى أحر وأعمق التعازي إلى عائلة الضحايا، جعلهم الله من الصديقين والشهداء، وجعلهم الله في الجنة إن شاء الله. ونتمنى الشفاء لكل المصابين، وتعازينا إلى الشعب المغربي كافة. بهذه المناسبة الأليمة نطلب من جميع الإخوان المغاربة المتواجدين في دولة اللوكسمبورغ وفي أوروبا وفي جميع أنحاء العالم أن يتكتلوا ويتنظموا في مبادرات لجمع تبرعات مالية ومعدات وكل ما تستلزمه هذه المناسبة الأليمة للمصابين والضحايا، ولمساعدة دولتنا المغرب في تحمل أعباء هذه الفاجعة الكبرى. كما نخبر الإخوان والأخوات المقيمين بدولة اللوكسمبورغ أننا سنقوم بمبادرة لجمع تبرعات ومعدات، وحنا الآن كننسقوا مع المجلس الأعلى للمهاجرين ومع إخوان باش يكون هاد المبادرة ناجحة، وباش نكونوا تحنا قدمنا يد المساعدة للبلاد ديالنا وللضحايا اللي ماتوا الله يرحمهم والمصابين، لأن خص بزاف فعلا المغرب غادي تجيه مساعدات مالية من جميع الدول ومن جميع أنحاء العالم، ولكن حتى حنا خصنا نديروا اللي لازم علينا، وحتى حنا خصنا نقدموا المساعدات، وحتى حنا خصنا نوقفوا مع خوتنا المغاربة كما معروف علينا، وكما حنا معروفين المغاربة كنساندوا بعضياتنا وكنكونوا في وقت الحزة. بهذه المناسبة أيضا كنبغي نقول لكم راه حنا متألمين بزاف وعيوننا على بلادنا ومتابعين الأحداث، ونتمناو الله يخفف علينا والله يحد الباس. وهذه المناسبة هذه راه هي ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى، يا ربي تحد الباس. السلام عليكم ورحمة الله.